السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم افتح بيني وبين رزقي وجبري وتوفيقي فتحا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنكمل كلامنا عن الأكلات الموفرة والأكلات الاقتصادية وفي نفس الوقت أكلات حلوة ومغذية، يعني مش بنعمل أي حاجة أو أي أكل أولادنا مش بنحبه كده. طبعا محدش بيختلف على المحشي، إذا كان كبير أو صغير أو أطفال أو شباب، محدش بيختلف عليه وكل الناس بتحبه. أنا ولادي طبعا بيحبوا المحشي جدا، وأي بيت مفيش فيه حد مش بيحب المحشي. طيب أنا النهاردة هعمل لكم أرخص محشي تتخيلوا، بجد أرخص محشي. أنا النهاردة هعمل ايه؟ هعمل المحشي ده ممكن يتكلف عليا، اللهم صل على النبي، لكم ان تتخيلوا ان الطبخ بتاع النهارده والطبخه القمر اللي كلنا بنحبها ده يعني مش هتعدي معانا 30 جنيه او 40 جنيه، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. انا هعمل النهارده محشي الخس. تمام، انا جايبه ب10 جنيه خس. هناكل الخس والورق هعمل بيه محشي. طبعا انا مش دايما يعني بعمل ورق الخس، لان دايما مش بجيب ورق الحلو، بس انا جبت ب10 جنيه خس. لقيت بسم الله ما شاء الله الورق عريض وجميل جدا. الورقة نفسها تعمل لي حوالي 4 محشيات. فانا قلت طيب انا استفاد بيه. شلت الورق، اكلت طبعا الخس وشلت الورق. قلت عينته في التلاجة، شلته كده من غير غسيل ولا اي حاجة. انا شلته من العروق، حطيته في كيس، رصيته على بعض كده وحطيته في كيس في التلاجة. قلت ايه استخدمه، هيقعد معاكي حوالي اسبوع او 10 ايام في التلاجة، مش هيجراله اي حاجة. بس لو عايزاه يقعد 10 ايام وهو لسه اخضر مفيش اي حاجة، لازم يكون ناشف جدا مفيهوش مية. ممكن تلفيه في قماشة قطن وبعدين تحطيه في كيس عشان ما يجيلوش مية او رطوبة ويصفر او يدبل منك. تمام، هيقعد معاكي حوالي 10 ايام في التلاجة من تحت. ورق الخاص ده من اخف المحاشي، والله العظيم احسن من الكرنب، خفيف جدا. عندي بصراحة، عندي انا عشان بس انا عارفة ان كل الناس بتحب ورق العنب، بس عندي انا احلى من ورق العنب، لاني انا ماليش في ورق العنب. بجد انا مش من محبي ورق العنب، ولا انا ولا اولادي، عشان انا اصلا ما بعملوش. لو عملته يبقى كل سنة مرة. فانا اكتر محشي بحبه بعد محشي الكرنب هو محشي الخاص، وهو اخف كمان من محشي الخاص. فانا النهارده هقول لكم ان انا هعمل المحشي ده مش هيتكلف معايا حاجه. تعالوا نحسبها كده. انا جايبه ب10 جنيه خاص. طبعا لو انتوا اسره كبيره هنقول مثلا هنجيب ب20 جنيه خاص. تمام، كانوا حوالي 4 خاصيات كبار وعملوا له بسم الله ما شاء الله، والله العظيم الحله اللي انا عملتها دي هتكفي 4 اشخاص كبار او 5 اشخاص يكون اطفال صغيرين، يعني ام واب واطفال مثلا. تمام، يعني انت مثلا هيكفيكي ب10 جنيه خاص، 15 جنيه. بس حتى لو اسرة كبيرة ما شاء الله قولي ب20 جنيه خاص. تمام، وهتحطي نص كيلو رز ب12 جنيه، نص كيلو نص كيلو طماطم ب2 جنيه ونص او ب3 جنيه. وطبعا البصل موجودة عندنا في البيت، طبعا الزيت موجودة عندنا في البيت. بصوا، والفلافل وكل الحاجات دي احلى اكل. طيب انا ممكن اعمل جنب المحشي ده، لو مش عايزة اعمل لحوم انا ممكن اعمل بانيه مثلا، ربع كيلو بانيه اجيبه. ممكن اعمل كفتة، وقلت لكم مثلا ان احنا نجيب حاجات دي مثلا كفتة او لحمة مفرومة او بانيه او كده، هنحط عليها اضافات وهنطلع منها كذا اكلة. لو عملنا كده وعملنا طبق كفتة او طبق بانيه جنب المحشي هيبقى احسن اكلة. لو انا ممكن ساعات كتير قوي بسلق بيض، كل واحد بيضة او 2 على حسب ما انت عايزة، جنب المحشي وطبق سلطة. وممكن تعملي كمان بطاطس محمرة يبقى، او بتنجان او كده، يبقى احسن اكل. تمام، ممكن لوحده كده وجنبيه طبق سلطة يبقى احسن اكلة برضو، والله العظيم حلو جدا، خصوصا لما تنزليه سخن كده وبيبقى سايح وحلو قوي. تمام، طيب انا هعمله النهاردة. كان عندي، كنت جايبة نص كيلو لحمة، وكنت طبعا انا اولادي 3 افراد ما بناكلش النص على بعض. تمام، بعمل النص على 6 حتت او 6 قطع صغيرين مش كبار، وكل واحد بياكل قطعة وبيتبقى يعني 3
قطعة في اليوم الاولاني، وبخلي تاني يوم ناكل برضو من النص كيلو، كل واحد قطعة لحمة صغيرة وطبق الشوربة بتاعه. تمام. فانا عملت امبارح اللحمة، وكنت عاملة جنبها، اللهم صل على النبي، كنت عاملة جنبها تقريبا بطاطس او فول تقريبا، مش فاكرة. اللهم صل على النبي. ففاض لحمة بقى طبعا النهاردة، فقلت انا هعمل طبق محشي يكون حلو كده، اسم ان انا عملت اكلة جديدة مش اكل بايت. يعني انا امبارح كان ممكن ازود الخضار شوية واعمل النهاردة باقي اللحمة مع طبق رز مع طبق خضار، يبقوا نفس الاكل اليومين. لا بس انا حبيت ان انا اكل بايت بس في تجديد. يعني خلاص انا عندي اللحمه بايته، يبقى بلاش اعمل رز واعمل صنف خضار تاني، او كنت اكتر الخضار واعمل نفس الخضار تاني يوم. لا انا اعمل طبق محشي، يبقى امبارح كانت اكله والنهارده اكله جديده خالص. تمام. ممكن كده برضو نعمل في الفراخ، لو عندنا برضو كفته ممكن نعمل كفته الحاتي يوم، تاني يوم نعملها كفته مثلا بالصلصه في صينيه بطاطس. بصوا الافكار كتير قوي. لو انت قعدت مع نفسك كده عايزه اكل موفر وفي نفس الوقت اكل كويس ويشبع وولادك يحبوه ويبقى اكل محترم، هتلاقي مليون طريقه. بصوا ما تبصيش لان انت عايزه توفري وان انت لا ما ينفعش تعملي لحوم. اصل والله العظيم الاكل الأرديحة والأكل الاقتصادي من غير لحوم وأسماك والله العظيم بقى في نفس التكلفة، أو يمكن التكلفة أقل حاجة بسيطة جدا. فأنت بدل ما تعملي كده ضيفي إضافات للحوم وهتبقى زي الفل وزي العسل. وبصوا هي كده كده بدل ما ناكل مثلا لحوم كل يوم، قصدي بدل ما ناكل لحوم مرتين في الاسبوع والاسم ان احنا اكلنا، وتقولي اولادي اكلوا وشبعوا، طيب ما هم هياكلوا ويشبعوا برضه، بس في اليوم اللي فيه فراخ او لحمه او بانيه او كفته هتلاقوهم هيخلصوا طبقهم كله. في اليوم اللي هو الارديحي هتلاقوهم بياكلوا نص الطبق او ربع الطبق. يبقى انت كده اكلتهم يوم او يومين وشبعوا، او بقيه الايام لا لا. طب ما هم كل يوم ياكلوا ويشبعوا، حتى لو انا اضفت اضافات. طب ما انا الاضافات دي مش هتقلل لي من القيمه الغذائيه بتاع اللحوم، لا هم هياخدوا بس كميه صغيره بس هيعوضوها، لانهم بالشكل ده هياكلوا كل يوم. فاهماني؟ دلوقتي انا بطلع مثلا ميزانيتي يومية، ميزانيتي اسبوعية، ميزانيتي شهرية، انا اظبطها على حسب عدد الافراد. اجيب مثلا، والله الافراد عندي بياكلوا مثلا هيكفيهم نص كيلو لحمة مفرومة. طيب انا ممكن النص كيلو ده احط عليه كوباية برغل او ربع كيلو برغل، بصلتين كبار، وبدل ما اعمل وجبة واحدة اعمل منه وجبتين. يبقى انا عملت الاسبوع ده وجبة كفتة، وعين الاسبوع الجاي وجبة، يبقى انا كده النص كيلو قعد معايا اسبوعين.